السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمود سمير أمرة، امتياز علاج طبيعي. النهاردة الفيديو المنتظر، هنبدأ النهاردة أول فيديو في كورس النيورو سيرجري أو ما يسمى بالنيورو ميديسن عندنا في كفر الشيخ، يعني بنقول عليه نيورو ميديسن. المهم هنبدأ مع بعض الكورس ده، ولكن هيكون في مقدمة introduction زي ما قلت في الفيديو القصير اللي انا نزلته من حوالي يومين او 3 ايام. هنبدأ introduction، ولكن introduction قوية جدا، يعني ممكن 6 فيديوهات introduction فقط. حوالي تلت المنهج مقدمة. ليه بقى؟ علشان فيما بعد كل حاجة هنقولها، مثلا حاجة زي الهيموبليجيا، السيجر مثلا او الابيليبسي، اي حاجه في الحاجات دي فيما بعد اساسها الانترودكشن دي. تمام، اساسها بيزك قوي. ومش هقول لك ذاكر نيورو اناتومي، تمام، علشان انا ذاكرت نيورو اناتومي السنه اللي فاتت، وكنت سجلت كورس كامل نيورو اناتومي حوالي 20 فيديو، وغالبا ما استفدتش بيه حاجه في النيورو ميديسن ونيورو علاج طبيعي. تمام. فانت الحاجات هقول لك على حاجات تذاكرها بس، او الحاجات الموجوده في الفيديو دي تذاكرها بس، عشان هي تجميعه من اكتر من مصدر. كتاب حسن وعلوان وطنطا وفيديوهات والداتا بتاعت المحاضره. في اخر كل محاضره كده هكتب لكم او هشرح لكم الداتا اللي الدكتور بيشرح منها او اللي الدكتور شرحها. فانت تسمع الفيديو وتشوف نفسك كده. لو حابب ترجع تذاكر محاضرة الدكتور تاني عادي، مفيش مشكلة. لو اكتفيت بالفيديو برضو دي حاجة تسعدني طبعا، وان شاء الله الكورس هيكون سهل. والنيورو محتاجة فهم مش حفظ، فهم مش حفظ. ما تحفظش ليجن مثلا حصل في مكان بالسيمتومز بتاعته، لا، انت اعرف ايه المكان ده، واي حاجه بقى تحصل في المكان ده هتجيبها عن طريق الفهم، تمام، والرسم. عشان كده انا قلت يفضل نشرح كورس النيورو ميديسن ده على سبوره. ولكن في الاول فيديو ده، يعني الفيديو الاولاني ده، انا ما عرفتش بصراحه اشرح على سبوره علشان كنت مسافر وكده. فيعني هناخد الفيديو ده مش محتاج سبوره اساسا، فهناخده سكرين ريكوردينج، وبعد كده هنكمل على سبوره نبدا بقى نشوف مع بعض. عندنا النيرفس سيستم بيتكون من 3 حاجات. الجزء ده من كتاب طنطا، في سنترال نيرفس سيستم وبريفرال نيرفس سيستم واوتونوميك نيرفس سيستم. 3 حاجات اساسيين. السنترال نيرفس سيستم بينقسم لاكتر من جزء. في حاجه البرين او الجزء اللي موجود داخل الجمجمه والسباينال كورد. يبقى احنا معانا الجزء داخل الجمجمه بيسموه intracranial بارت، داخل الجمجمه، والسباينال كورد. الجزء اللي داخل الجمجمه ده فيه اكتر من جزء. فيه سيريبرال هيمسفير، سيريبرال هيمسفير وسيريبيلم والبرينستام. عندنا هنشوفها في الرسم دلوقتي. طبعا السيريبرال هيمسفير تحته برينستام. البرينستام ده بيبدأ بميد برين، في النص بونز، تحت بيبدأ المضلة، وورا خالص بيبقى السيريبيلم في الظهر من ورا، ظهر البرينستام. تمام. تكملة للمضلة بيبقى السباينال كورد. السباينال كورد طوله حوالي 45 سنتي. التيرمينال اند بتاعته هو بيوصل عند الليفل بتاع L1، وهنشوف الكلام ده دلوقتي على الصورة. وبيحصل تيرمينيشن عند L1، ولكن L1 vertebrae، يعني هو بينتهي عند L1 عظم، يعني هو مش اخره L1 segment، لا، يعني هو بيكمل الاخر، ولكن بينتهي عند الليفل بتاع L1 عظم. فقرة رقم 1 عظم هو بينتهي عندها، تمام. وبعدين بيكمل كودا اكواينا، هنشوفها دلوقتي. البريفرال نيرفس سيستم ده بيكونكت بقى السنترال نيرفس سيستم بالجسم كله، يعني حلقة وصل ما بين السنترال نيرفس سيستم والجسم. بتكون من كل الحاجات دي، نيرف روتس، سباينال نيرفس وبريفرال نيرفس، كل الحاجات دي، الماين نيورال جانكشن مثلا، كل الحاجات دي تبع البريفرال نيرفس سيستم. النيرفات
الروتس، النيوروماسكولار جانكشن، وكل حاجه من الاجزاء دي او كل حته من الحتت دي ممكن تنضرب بحاجه معينه. يعني مثلا عندك النيوروماسكولار جانكشن ده ممكن يصيبه مايثينيا جريفيز. مايثينيا جريفيز هناخدها في موضوع لوحده، تمام، او محاضره لوحدها، تمام. النيرفات نيوروباثي، كل حاجه في البريفرال نيرفس سيستم ممكن تنضرب بحاجه معينه. الاوتونوميك نيرفس سيستم ده حاجه مسؤوله عن الريجوليشن بتاع الاورجانز لو حصل له ريسبونس لتغير في البيئه اللي حوالين الجسم، زي مثلا درجه الحراره، حاجه مثلا واحد خاف فحصل له تغير في ضربات القلب. كل دي حاجات اوتونوميك نيرفس سيستم. يبقى سنترال نيرفس سيستم، بريفرال نيرفس سيستم، واوتونوميك نيرفس سيستم. الجزء اللي داخل الجمجمه احنا لسه قايلين من شويه سيريبرال هيمسفير وبرين ستيم والسيريبيلم. ده السيريبرال هيمسفير، طبعا الجزء اللي فوق ده سيريبرال كورتكس، وده السيريبيلم، والجزء ده برين ستيم بيبدأ بميد برين ثم بونز ثم ميدالة. السيريبرال هيمسفير، السيريبرال هيمسفير ده تو سيريبرال هيمسفيرز، سيريبرال وليست سيريبيلر، عشان السيريبيلر برضو ممكن نقول لك سيريبيلر، سيريبيلر ده يعني سيريبيلم. سيريبرال هيمسفير بيبقى عبارة عن الاتنين هيمسفيرز دول متصلين ببعض عن طريق فايبرز اسمها كوربس كالوزم. الجزء ده كله بتاع السيريبرال هيمسفير بيتكون من 4 لوبز كبار جايين عن طريق التقاطع بتاع السلقاي الكبار دول. عندنا الجزء ده فيه اكتر من سلقاي يعني ديبريشن الخطوط الديب دي، حاجة زي دي كده مثلا، وحاجة زي دي، وحاجة ورا كده. ده اسمه lateral sulcus، وده اسمه central sulcus، حاجة كبيرة خالص. وده اللي ورا ده اسمه برايتو occipital sulcus. السنترال سالكس ما بين الفرونتال وبرايتال لوب، اللاترال سالكس ما بين التمبرال، ده التمبرال، وبيحصل له سيبريشن او بيعمل سيبريشن ما بين التمبرال والفرونتال والبرايتال. في اخر واحد معانا صغير كده ديبريشن صغير اسمه برايتو اوكسيبيتال سالكس، يعني ما بين البرايتال والاوكسيبيتال. الخطوط دي لما بيتقابلوا مع بعض بيعملوا اللوبز الكبار اللي احنا شايفينهم قدامنا دول بالالوان. الجزء ده اسمه فرونتال لوب، الجزء ده اسمه بارايتال لوب، الجزء ده اسمه تمبرال لوب، الجزء ده اسمه اوكسيبيتال لوب. ليه اتقسمت لوبات؟ علشان الديبريشنز دي حصل لهم تقاطع مع بعض فالبرين اتقسم، فالمخ اتقسم. طبعا في عندنا سالكاي وفي عندنا جايراي دي الاليفيشن او الجزء المنتفخ ده. طبعا يعني بيقول لك ايه، كلما زادت عدد الجايراي اللي في الدماغ كلما كان شخص اكثر ذكاء. اينشتاين وكده، يعني ما هم شرحوا الدماغ بتاعهم، الهيمسفير بتاعه. يبقى السريبرال هيمسفير عندنا 2 متصلين ببعض عن طريق كوربس كالوزم، عندنا 4 لوبات و3 سالكاي كبار. ننزل على الجزء اللي تحت ده برين ستيم. البرين ستيم بينقسم لميد برين وبونز وميدالة. الميدالة ده اخر جزء في البرين ستيم. دلوقتي احنا عندنا الانتراكرينيال بارت فيه اكتر من جزء، تمام، فلازم الاجزاء دي كلها تتصل مع بعضها. مش هيبقى البرين او السريبرال هيمسفير لوحده والسيربيلم لوحده والبرين ستيم لوحده، لا، في روابط ما بين كل جزء والتاني، في مسامير ما بين السيربيلم والسيربرال هيمسفير، وفي مسامير ما بين البرين ستيم والسيربرال هيمسفير. عندنا البرين ستيم بيتصل ما بين السيربرال هيمسفير عن طريق حاجة اسمها سيريبرال بيدانكل وليست سيريبيلر، تمام، مسمارين كده ما بين السيريبرال هيمسفير والبرين ستيم، و3 مسامير تانيين ما بين السيربيلم والسيريبرال هيمسفير، تمام كده. هي عبارة عن روابط او خيوط ماسكة الاجزاء دي ببعضها. البرين ستيم بيبقى فيه الموتور نيوكلياي للكرينيال نيرفز. عندنا في الميد برين
في موجودة عندنا الموتور نيوكليوي بتاعة النيرف التالت والنيرف الرابع. في البونز 5 و6 و7. في المضلة 9 و10 و11 و12. الكلام ده مهم جدا جدا جدا، ولكن هنشوف أهميته بعد كده مش في الفيديو ده. حاجة مثلا زي النيرف السابع، العصب السابع، نيرف رقم 12. الحاجات دي مهمة جدا في الليجنز، وهتشوفوا بعد كده ليه قلت مهمة. يبقى كل اللي عايزك تعرفه دلوقتي ان في الميد برين رقم 3 و4، رقم 5 و6 في البونز، رقم 9 و10 و11 و12 في المضلة. دول 9 موتور نيوكليوي للكرينيال نيرفس. فاضل 3. التلاتة دول 1 و2 و8 دول بيور سنسوري ملهمش نيوكليوي. ده بالنسبة لتاني نقطة اللي هو البرين ستيم. السيربيلم ده برضو ليه قصة لوحدها واتاكسيا وكلام كده فيما بعد. السيربيلم كلمتين عليه صغيرين. السيربيلم ده مسؤول عن الكوردينيشن للفولنتري موفمنت والايكوليبريم، وموجود ورا في البوستيريور كرينيال فوسا، وممسوك عن طريق 3 سيربيلر بيدانكلز سوبيريور وميدل وانفيريور. مش عايزك تعرف اكتر من كده دلوقتي. كده احنا خلصنا الجزء الانتراكرينيال، الجزء اللي داخل الجمجمة. هنطلع من الجمجمة ونمشي في السباينال كورد. السباينال كورد ده تكملة للمضلة وبلنجاتا. طبعا السباينال كورد احنا قلنا بينتهي عند الليفل بتاع L1، ولكن L1 عظم فيرست لامبر فيرتيبرا. في نقطة بس مهمة وهتكون مهمة جدا في الكونس ميدالاريس سندروم والكودا اكواينا سندروم والايبيكونس، عشان في حاجة upper motor neuron lesion والlower motor neuron lesion، فاحنا لازم نعرف الجزء ده. دلوقتي احنا عندنا العظم بتاع السباين الجروس بتاعه عالي او الجروس بتاعه اعلى من السباينال كورد، تمام؟ فبسبب كده السباينال كورد انتهى عند الليفل L1 والسباين مكمل لتحت. فعلشان مثلا L1 سيجمنت، بتكلم بقى على سيجمنت في السباينال كورد بتطلع، فبتطلع من L1 سيجمنت وبعدين تمشي 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 تنزل تطلع من عند او من تحت L1 عظم. اقصد بعظم يعني L1 فيرتبرا في السباين. L2 تطلع وبعدين تمشي 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 وبعدين تطلع من عند L2، وهكذا وهكذا لحد ما كل الحاجات اللي بتطلع وبتمشي دي بتكون مجموعة من الروتس بتبقى على شكل ديل حصان. ديل الحصان ده اسمه كودا اكواينا. كودا اكواينا يعني كوليكشن من الروتس، علشان هو حصل انتهاء للسباينال كورد عند الليفل بتاع L1 عظم. بقوا ماشيين في طريق لحد ما كل واحد يخرج من الفقرة التي تحمل نفس الاسم. يعني L1 سيجمنت هتخرج من تحت L1 vertebrae، تمام؟ اواخر بقى السباينال كورد S3 وS4 وS5 ده اسمها كونس ميدالاريز. طبعا ده حاجة لو حصل ليجن ده upper motor neuron lesion هنقوله فيما بعد. الأربعة اللي فوقيهم يعني احنا قلنا معانا S3 وS4 وS5 دول كونس ميدالاريز. عايزين الأربعة اللي فوقيهم يعني S1 وS2 وال4 وال5 دول حاجة اسمهم ايبيكونس يعني ما قبل الكونس، تمام كده؟ يبقى دلوقتي عندنا 3 حاجات في كودا اكواينا، ده كوليكشن بتاع النيرف روتس اللي طلعوا من مكانهم ومشيوا لحد ما كل روتس بيخرج من تحت الفقرة التي تحمل نفس الاسم. زي ما قلت لك وبعيدها تاني، L1 سيجمنت هيخرج من تحت L1 عظم L1 فيرتيبرا، ولكن بسبب فرق الطول ما بين السباين كعظم والسباينال كورد كسيجمنت بيخرج L1 مثلا او اي حاجه وبتمشي شويه وبعدين بتطلع، فبتعمل كولكشن في الاخر اسمه كودا اكواينا. اواخر 3 سيجمنت في السباينال كورد اسمهم
كونس ميدلاريز، الاربعه اللي قبلهم اسمهم ايبيكونس. تمام كده. السباينال كورد ده نازل في تراكتات وطالع في تراكتات. حاجات ascending tracts، حاجات طالعه، وحاجات descending tracts. تمام كده. الحاجات الاسندنج تراكتس حاجات بتحمل سنسيشن. طبعا احنا مش دلوقتي شغلتنا التراكتس هناخدها فيما بعد في الفيديو رقم 3 تقريبا، تالت غالبا التالت يعني. الاسندنج تراكتس اعرف اساميهم فقط دلوقتي: lateral spinothalamic، ventral spinothalamic، دول طبعا حاجات تبع السنسيشن. جراسيل الكونيات، الجراسيل والكونيات بيحملوا الديب سنسيشن والفاين تاتش. طبعا الجراسيل من اللور لمب والكونيات من الابر لمب. تمام كده. ومعانا السباينوس سيربيلر. الديسندنج تراكس ما تحفظهمش، ولكن اعرف الاسم اللي انا هقوله لك دلوقتي. اسم هو اسم غريب شويه ولكن مش مهم. descending tracks بتتجمع في كلمه اسمها ترفور. ترفور، T R V O R، T R V O R، ترفور. تكتوسباينال، ريتيكولوسباينال، فيزيتيبولوسباينال، اوليفوسباينال، روبروسباينال. كل الكلام ده ملهوش اي لازمه، مش هنحتاجه دلوقتي. ولكن طبعا الكورتيكوسباينال دي يعني معانا مكمله معانا عن الاخر، دي اهم واحده فيهم. يبقى ترفور ده descending tracts مع الكورتيكوسباينال تراكت. زي ما قلت لك من شويه الكودا اكواينا ده الكولكشن لللمبوساكرال روتس تحت الليفل بتاع ال1 فيرتيبرا. طبعا فيرتيبرا يعني فقره عظم وليس سيجمنت. تمام كده. ده اول جزء معانا في المحاضره بتاعت النهارده. تاني جزء الفانكشنال ارياز اوف ذا برين. طبعا انا في دفعتي او السنه اللي فاتت الفانكشنال ارياز اوف ذا برين دي ما اتشرحتش كده كشرح مستفيض في محاضره لوحدها، ولكن هي اتاخدت كده في ما بين يعني كانت تقريبا في البريكس بتاعت المحاضرات، ولكن بيجي منها اسئله واسئله كتيره جدا في الامتحان الفاينل. الفانكشنال ارياز اوف ذا برين كل لوب هناخده على حده. تمام، يعني ده لوب الفرونتال هناخده هجيب سؤال لوحده يعني، وده وطبعا كل حاجه يعني ليها لون معين، انت فاهمني؟ فعشان ما تلخبطش يعني عامل كل حاجه لها لون معين. الفرونتال لوب اهم فانكشنال اريا في الفرونتال لوب او الاشهرهم يعني اريا 4 اللي هي مكتوبه برقم 1 هنا. اريا 4 اسمها موتور اريا. انا مش عايزك تعرف السايت بالظبط، اللي هو السايت كنظري، اللي هو بيقول لك ايه in the floor of central sulcus anterior part of precentral sulcus. الكلام ده انا مش عايزك تعرفه، انا عايزك تعرفه على الرسم. يعني تبص على الرسم تعرف تطلع الفانكشنال اريا. يبقى معانا الفانكشنال اريا نمبر 1 هي رقم 4 موتور اريا، اسمها برايمري موتور اريا. بتبقى موجودة في الجزء ده في الفلور بتاع السنترال سالكس. الفانكشن بتاعت الموتور اريا دي الاوريجن بتاع البيراميدال تراكت، موجود فيها خلايا اسمها بيتز سيلز. بيتز سيلز دي هي الاوريجن بتاع البيراميدال تراكت، والبيراميدال تراكت هناخدها فيما بعد. يعني الفانكشن عموما بتاعت الموتور اريا بتعمل initiation للفولانتري موفمنت، ولكن للأوبوزيت سايد. الأوبوزيت سايد عشان البيراميدال تراكت بتعمل ديكاسيشن وهي نازلة عند اللور ثيرد اوف ميدالا. يبقى احنا اخدنا السايت واخدنا الفانكشن. الليجن، اي ليجن في الدنيا يا حاجة اسمها irritative يا destructive. irritative يعني الاكشن اللي بيعمله زاد يعني increase، destructive العكس. تمام. irritative دلوقتي لو في ليجن في النقطة دي، قبل ما اقول بس الليجن في انا حابب تعرف نقطتين. الجزء بتاع الموتور اريا ده فيه representation للبادي، ولكن representation up to down، يعني هو مقلوب، يعني فوق الرجل وتحت الايد والدماغ وكده.
دي اول نقطة. تاني نقطة، الاجزاء الحساسة زي مثلا الايد دي فيها فاين موفمنت، يبقى الريبريزنتيشن بتاعها على الموتور اريا هيكون كبير. حاجة مثلا زي اللور ليمب الصايع عموما مثلا او الظهر، الريبريزنتيشن بتاعته هتكون قليلة. تمام كده؟ دي رقم 2. رقم 3 معانا دلوقتي، غالبا مفيش ليجن هيقفل لك كل الجزء ده، هو يا هيقفل لك او هيضرب الجزء اللي فوق ده بس، او هيضرب الجزء اللي تحت ده بس. دي النقطة رقم 3. يبقى نقولهم تاني، دلوقتي الريبريزنتيشن بيبقى معكوس، الاجزاء الكبيرة او الاجزاء الحساسة من الجسم حاجة زي الفاين موفمنت دي بيبقى الريبريزنتيشن بتاعها كبير، والعكس. دي رقم 2. رقم 3، مفيش ليجن هيضرب لك المنطقة دي كلها، تمام، علشان ده بيتغذى بارتري معين وده بيتغذى بارتري تاني غيره. لو حصل لك بقى irritation، طبعا نتفق احنا قلنا contralateral علشان في ديكاستيشن للبراميال تراكت، فلو في سواء irritative lesion او destructive lesion هما الاثنين contralateral. ولكن irritative حاجة حركة بتفضل تتكرر علشان الاكشن زاد، فاللي اكتشف الحركة دي او اللي اكتشف الموضوع ده واحد اسمه جاكسون، فسماها contralateral motor Jacksonian fits. بتبقى موجودة في one side of the body، تمام. بتبدأ في جزء معين، يعني بتبدأ في الإيد مثلا تفضل تتحرك كده، وبعدين القلب، وبعدين الشولدر، وبعدين تاخد نص جسمه، تمام. ده بالنسبة للإريتيتيف ليجن. الديستركتيف ليجن contralateral paralysis، وغالبا مش بتكون contralateral hemiplegia علشان هي بتضرب جزء معين بس، يا بتضرب الجزء اللي فوق يا بتضرب الجزء اللي تحت، فغالبا بتكون مونوبليجيا. كده اول اريا معانا خلصت، اريا نمبر 4. اريا نمبر 6، عذرا يعني انا كتبتها غلط هنا، اريا نمبر 6. اريا نمبر 6 موجوده هنا كده رقم 2. الفانكشن بتاعتها هي اريا مساعده للبراميدال تراكت، بمعنى دلوقتي الفانكشن بتاعت البراميدال تراكت ليها وظيفتين. هي البراميدال تراكت بتحرك initiation للموفمنت ده عن طريق اريا نمبر 4. و الفانكشن التانية بتاعت البراميدال تراكت بتنزل، ركز معايا عشان الجزء ده مهم. البراميدال تراكت بتنزل على الانتيرو هورن سيل، بتعمل لها انهبيشن. فلما تعمل لها انهبيشن يعني بتعمل انهبيشن للماسل تون، بتهديها، بتعمل انهبيشن للماسل تون وبتعمل انهبيشن للريفلكسات. ولكن ده طبعا زي ما قلت لك كل ده اوبوزيت سايد عشان في ديكاستيشن، تمام كده. فده وظيفة الاريا نمبر 6 مشاركة مع البراميدال تراكت، تمام. فلما يحصل ليجن في الجزء ده بتاعت اريا نمبر 6، فالتهدية بتاعت اريا نمبر 4 على الانتيرو هورن سيل هيضيع. ما هي كانت بتنزل بتهديه، بتقول له اهدى شويه، فلما انضربت خلاص هو هيطلع من تحت السيطره. بدل ما كان هايبوتونيا وهايبوريفلكسا، هو طبعا ما كانش هايبوتونيا وهايبوريفلكسا كحاجه ابنورماليتي، ولكن لا، هو كان مهديه. فبدل ما كان مهديه هو هيطلع من تحت ايده وهيبقى فيه هايبرتونيا وهايبر ريفلكسيا، وممكن يبقى فيه فاننج للفتوز لما تيجي تعمل له التست بتاع البلانتر ريفلكس، تمام كده. يبقى دي مفهومه. اريا نمبر 6 بتهدي الانتيرو هورن سيل، بتعمل تهدئه للتون والديب ريفلكسات. لو حصل فيها ليجن هيحصل العكس، بس كده. اريا نمبر 8 حاجه اسمها اريا بتاعه الكونجوجيت اي موفمنت. طبعا هي موجوده في رقم 3 هنا، يعني هي رقم 3 مترقمة، هتلاقي رقم 3 فوق. الكونجوجيت اي موفمنت، دلوقتي انت لما تيجي تحرك عينيك الاتنين بيتحركوا في نفس الاتجاه. يعني انت لو بصيت يمين، عينيك اليمين هما الاتنين هيروحوا يمين، هتبص شمال العينتين هيبصوا شمال. مفيش حد اسمه واحد هيبص يمين والتاني هيبص شمال، يبقى ده عنده يعني في حول في العين.
ولكن انت لما تيجي تبص مثلا على حاجه يمين، العينتين هيتحركوا يمين، ولما تيجي تبص على شمال العينتين هيتحركوا شمال. لما تيجي تبص يمين في مصل بتشتغل lateral rectus muscle على العين اليمين، والعين الشمال في مصل بتشتغل اسمها medial rectus. فاللاترال ريكتس بيتغذى بنيرف رقم 6، والميديال ريكتس بيتغذى برقم 3، يعني بيسموها LR6 و MR3. اللي بيعمل كونكشن ما بين السادس والتالت الاريا نمبر 8. تمام. ده لو حصل ليجن، الليجن ممكن يكون irritative يعني الحركه بتعيد وتزيد في نفسها، يعني تلاقيه كل شويه يبص كده يمين وشمال، انت فاهم؟ ده irritative ليجن. الديستراكتيف ليجن هيحصل طبعا باراليسيس للكونجوجيت اي موفمنت للاوبوزيت سايد، يعني هيجي هو المفروض يبص يمين كده العينتين هيتحركوا، لا ده الحركه دي مش هتحصل. ده بالنسبه للاريا رقم 8. الاريا رقم 4 معانا اسمها البروكاز اريا او اريا رقم 44. دي مشهوره وبتيجي في الامتحان على طول. الاريا هشوف اوريكم بس في الرسم الاول. دي اريا نمبر 44. 44 دي مسؤوله عن الكلام speech. اريا 44 دي اول حاجه تعرف عنها اللي هي موجوده في الدومينانت هيمسفير فقط. يعني لو الشخص بيكتب بايده الشمال الدومينانت هيمسفير عنده اليمين، يعني البروكاز اريا موجوده في اليمين، ومعاها اريا 45 يعني 44 و45 هما الاثنين موجودين في الدومينانت هيمسفير. طبعا زي ما قلت لك من شويه بروكاز اريا مسؤول عن السبيتش، ولكن لو انضربت هيعمل ليجن اسمه اكسبريسيف موتور افيزيا، يعني الشخص المريض لا يستطيع التحدث او التكلم عن نفسه بالكلام. يعني هو ما بيعرفش يتكلم ولكن هو فاهم هو عايز يقول ايه. يعني مثلا يجي يقول لك مثلا ايه اكتب حاجه، يقول لك انت فاهم اي كلام وخلاص. هو فاهم هو عايز يقول ايه ولكن هو مش عارف يتكلم علشان عنده ليجن في اريا 44. اريا 45 موجوده في الدومينانت هيمسفير برضه، وغالبا اريا 44 بتنضرب مع اريا 45. يعني الشخص بيبقى عنده ديفكت في اريا 44 في السبيتش، وفي اريا 45 هنشوف هي بتعمل ايه دلوقتي. اريا 45 اسمها اكزنر اريا. اكزنر اريا مسؤولة عن الكتابة. لو حصل فيها ليجن يبقى الشخص مش هيعرف يكتب، ولكن لازم يكون الشخص كان بيعرف يكتب قبل كده. يعني ما تجيبش واحد امي مثلا او ما بيكتبش او ما بيعرفش يكتب وتقول له انت عندك ليجن في اريا 45. لا، انا واحد بعرف اكتب، عملت حادثة، طلعت من الحادثة مش بعرف اكتب، دي عندي ليجن في اريا 45، فقدت القدرة على الكتابة، يعني حاجة اسمها أجرافيا فقد القدرة على الكتابة. أفيزيا اكسبريسيف أفيزيا ده فقد القدرة على الكلام أو التعبير عن نفسه بالكلام. اريا معانا تانية هنا بتبان أكتر من ميديا سيرفيس، اسمها بارا سنترال لوبيول. البارا سنترال لوبيول دي مسؤولة عن انهبيشن بتاع البول والبلادر. انت دلوقتي لو قاعد في مكان او قاعد في محاضرة او قاعد في الشغل ما ينفعش تعمل ميكتوريشن على نفسك. السيجنال اللي نازلة علشان تعمل التحكم ده من اريا اللي هي بارا سنترال لوبيول. لو حصل فيها ليجن انت ممكن تبقى قاعد في محاضرة وتعمل ميكتوريشن على نفسك، حاجة اسمها incontinence of urine and feces. اخر اريا معانا دي طبعا اريا مهمة جدا، اسمها بري فرونتال اريا او بري فرونتال ريجن، اللي هي الجزء اللي قدام ده موجودة هنا على رسم رقم 7. الاريا دي مسؤولة عن المينتاليتي، ان الشخص يكون مظبوط ذهنيا، والبرسوناليتي والبيهيفير. الوظيفة التانية بتاعتنا بتعمل انهبيشن للبريمتيف ريفلكسز. البريمتيف ريفلكسز دي بتبقى موجوده في الاطفال، وطبعا انتوا بتاخدوا الاطفال دلوقتي فاكيد عارفين البريمتيف، لا الترم التاني معلش. البريمتيف ريفلكسز حاجه مثلا زي الجراسب ريفلكس، تمام؟ تيجي تحط صباعك في ايد المريض كده يقفش عليه، ده بريمتيف ريفلكسز. فلو
فلو حصل ليجن في البري فرونتال اريا، اول حاجه المنتاليتي هتضيع، فممكن تبقى قاعد كده معاه يلطشك بالقلم، يقول لك يشتمك، يعمل كلام، يعني يقول لك كلام وحش علشان المنتاليتي عنده مش مظبوطه. تمام، دي رقم واحد. البرسوناليتي والبيهيفير كل ده هيتعكس مع المنتاليتي، فبتسمى هتاخدوها في السايكاتري حاجه اسمها الديمنشيا. تمام. رقم اتنين طبعا inhibition للبريمتيف ريفلكسز، دي الوظيفة الأساسية، فلما يحصل ليجن في الاريا دي الوظيفة دي هيتعكس، يعني البريمتيف ريفلكسز هترجع تظهر تاني. تمام كده احنا خلصنا الارياز اللي في الفرونتال لوب. هنبص عليهم بصة سريعة جدا. بص، دي تبع البراميدال تراك، لو حصل ليجن موتور جاكسونيان فيتس، ولو حصل ديستراكتيف هيبقى كونترلاترال مونوبليجيا. اريا 6، وبكرر تاني دي اريا 6، دي مسؤولة عن انهبيشن للتون والديب ريفلكسز، لو حصل ليجن هيتعكس هايبرتونيا هايبر ريفلكسيا. اريا 8 دي كونجوجيت اي موفمنت، لو حصل ليجن اريتيتيف يبقى على طول في اتاكس وديستراكتيف باراليسيس. بروكاس اريا دي مسؤولة عن السبيتش، لو فيها ليجن ركز على الالفاظ دي اكسبريسيف افيزيا. اريا 45 دي مسؤولة عن الكتابة، لو حصل ليجن هيبقى اجرافيا، ولكن لازم الشخص يكون بيعرف يكتب قبل كده. باراسنتال لوبيول مسؤولة عن الانهبيشن للباول والبلادر، لو حصل ليجن ممكن تعملها على نفسك. بري فرونتال اريا مسؤولة عن المنتاليتي والبيهيفير، لو ومسؤولة عن انهبيشن للبريمتيف ريفلكسز، ولو حصل ليجن المنتاليتي تشينجز، هيحصل ديمنشيا، البريمتيف ريفلكس هترجع تظهر تاني. البرايتال لوب يعني نستلخص يعني نطلع من الجزء اللي فات ده كله، حاجة مسؤولة عن الموتور اكشن، حاجة مسؤولة عن السبيتش، حاجة مسؤولة عن الكتابة، حاجة مسؤولة عن المنتاليتي، حاجة مسؤولة عن الانهبيشن للباول والبلادر. اللوب اللي معانا التاني البرايتال لوب. البرايتال لوب ده حاجة أساسية في السنسيشن. قلت لك من شوية اريا رقم 4 اللي كانت هنا كده، وراها على طول اريا رقم 1 و2 و3، ده مسؤول عن البرسبشن بتاع السنسيشن، ولكن زي ما قلت لك من شويه كان برضو البراميدال تراكت كونترالاترال سايد من الاوبزيت سايد، هنا برضو اوبزيت سايد، ولكن الاوبزيت سايد يعني معناه هنا مختلف شويه، هنقوله في التراكت عشان التراكت بتاعه السنسيشن بتكروس على طول الاوبزيت سايد، ولكن التراكت بتاعه البيراميدال او البيراميدال تراكت بتعمل ديكاستيشن عند اللور بارت اوف ميدالا. نقطه مهمه قبل ما ندخل في الليجن، دلوقتي الاريا دي مسؤوله عن الكورتيكال سنسيشن، perception of cortical sensation، ركز في الجزء دي، ركز في الكلمه دي، perception of cortical sensation، ركز في الكلمه دي او الجمله دي. معناها ايه؟ دلوقتي انت ممكن يحصل لك ليجن ويأثر على الاريا رقم 1 و2 و3. ده مريض معاك عنده ليجن وأثر على اريا 1 و2 و3، هل لو عملت له التست السنسيشن هيكون حاسس ولا مش هيكون حاسس؟ تمام، دي حالة رقم 1. معاك مريض تاني عنده ليجن في الثالاموس، هل الشخص ده هيكون حاسس ولا مش حاسس؟ تمام، اكيد طبعا هما اتنين مش زي بعض، يعني انا مش عارف اسيبك تفكر ولا في دبانة بتعمل. المهم الدبانة مشيت. الشخص اللي عنده ليجن في الاريا رقم 1 و2 و3 هيحصل له loss of cortical sensation، يعني المريض هيفقد القدرة على الإحساس بالشيء اللي انت مديهوله، يعني انا مسكته قلم فهو عارف انه مسك حاجة، دي رقم 1، وعارف انك مسكته قلم، وطبعا انت مغمض عينيه، مسكته قلم، وممكن يعرف يعني لو مسكته حاجة مثلا عملة معدنية ممكن يعرف هي ايه. تمام، فهو بيعرف تفاصيل الحاجة، ده معنى الكورتيكال سنسيشن. يعني لو مريض حصل له ليجن في الجزء ده هو هيفقد القدرة على معرفة التفاصيل، ولكن مش هيفقد الإحساس. ركز تاني، مش هيفقد الإحساس عشان الإحساس جاي من الثالاموس من تحت، ولكن على النقيض لو حصل ليجن في الثالاموس هو فقد الإحساس خالص، يعني هو فقد الإحساس وفي فايبرز طالعة من الثالاموس للاريا دي
علشان يستجيب او يحس بالتفاصيل. يعني هي محطتين، المحطة الأولى في الثالاموس هو بيحس بالحاجة اللي أنت مسكتها له. أنا مسكت حاجة فعلا في إيدي وأنا مغمض عيني، ولكن أنا معرفش إيه التفاصيل، فالسيجنال تطلع من الثالاموس للكورتيكال سنسوري اريا، فأول ما تطلع يعرف هو مسك إيه، يعرف هو مسك مفتاح، يعرف مسك قلم، القلم ده طويل ولا قصير. فده معنى الكورتيكال سنسوري بيرسبشن. فلو حصل فيها ليجن هيفقد القدرة على معرفة التفاصيل، ولكن مش هيفقد الإحساس. لو فقد الإحساس يبقى الليجن في الثالاموس. تمام، أتمنى تكون مفهومة. لو حصل ليجن بقى irritation يبقى contralateral sensory Jacksonian fits، برضه هي شبه الموتور جاكسونيان فيتس. والديستراكتيف contralateral زي ما قلت لك cortical sensory loss، ما ينفعش تقول contralateral sensory loss، خطأ. اريا رقم 2 معانا اسمها angular gyrus، رقم 39 بتبقى موجودة في الجزء ده. الانجولار جايرس موجودة في الدومينانت هيمسفير مع اريا 44 ومع اريا 45، مسؤولة يعني هي مسؤولة عن القدرة على الريدنج أو القراءة، ولكن الشخص لازم يكون بيعرف يقرأ قبل كده. فلو حصل فيها ليجن بتسمى بأليكسيا. أليكسيا تمام، هو المريض unable to read، هو مش عارف يقرأ علشان هو مش عارف معنى الكلام او معنى الحروف اللي مكتوبة قدامه. يعني انا كاتب له كلام هو مش عارف معناه ولكن هو شايفه. تمام، دلوقتي في أليكسيا، وكان معانا من شوية أجرافيا. تمام، أليكسيا وأجرافيا. الاريا الأخيرة في اللوب اللي معانا اريا 37 اللي هي رقم 3 هنا. اريا 37 موجودة في الدومينانت هيمسفير، برضه مسؤولة عن حاجتين مهمين. أول حاجة كومبلكس موفمنت. من ضمن الحاجات الكومبلكس موفمنت وانت بتسوق العربية دي يعني انت محتاج اكتر من اكشن معاك، محتاج عينيك، محتاج ودانك، محتاج كل المسلز اللي في جسمك، ايدك على الدركسيون، في بنزين وكده. فانت محتاج كومبلكس موفمنت. المسؤولة عن الحاجات دي السوبرا مارجنال جايرس اريا 37، مسؤولة عن حاجة اسمها ideas of speech. يعني دلوقتي انت سمعت صوت شخص معين، فانت سمعت مثلا واحد بيقول يا احمد، فانت جه في بالك شكل او شكل الكتابة بتاعت اسم احمد. تمام، جه في بالك واحد او صاحبك اسمه احمد. تمام، جه في بالك النطق بتاع احمد اللي هو احمد. فكل الحاجات دي كلها بتتجمع مع بعض في اريا 37، حاجة اسمها ideas of speech. يعني هي من اسمها ideas of speech، يعني انت افتكرت حاجة معينة فبيجيب لك كل التفاصيل بتاعتها. فلو حصل ليجن اول حاجة هو مش هيعرف يعمل complex movement، حاجة اسمها abraxia دي مهمة جدا. وحاجة تانية اسمها جارجونز افيزيا. جارجونز يعني بغبغان، كلام سلطة، اسمها word salad. يعني هو يجي يتكلم او تيجي يعني هو بيحكي لك عن حاجه معينه فتلاقيه بيقول كلام ملهوش علاقه ببعض. يعني يقول لك مثلا ايه، انا رحت الكليه النهارده وكلت مش حاجات ملهاش علاقه ببعضها. تمام، اي كلام في اي حاجه. انت فاهم ده بسبب حصل ليجن في اريا 37. ده بالنسبه لللوب رقم 2. اللوب رقم 3 تمبرال لوب. التمبرال لوب مسؤول عن حاجة أساسية السمع auditory. في عندنا رقم 1 هنا اريا 41 واريا 42، ده auditory sensory area مسؤول عن السمع. لو حصل ليجن irritative يعني هيحصل حاجة اسمها hallucination، هلوسة سمعية. تلاقي تحس او هو المريض بيقول لك حد بيكلمني وهو مش موجود. انت فاهم، هلوسة سمعية. ولو في distractive lesion هيحصل hearing impairment، ولكن مش هيحصل complete hearing loss علشان ده بيستقبل من الناحيتين. تمام، يعني الجنب التاني هيكون شغال لو الجنب ده انضرب. الاوديتوري associative area 22
مساعدة للأوديتوري سنسوري اريا، وسيلتها أو وظيفتها التعرف على الأصوات التي كان يعرفها من قبل. يعني أنا سمعت صوت واحد أعرفه، فلو سمعته ماشي في الشارع، سمعت صوته يعني وهو ماشي في الشارع، أنا هعرف إن ده فلان. ده وظيفة اريا 22. ولكن وظيفة السمع الأساسية اريا 41 واريا 42. يعني أنا سمعت باريا 41 و 42 واترجمت باريا 22. لو حصل فيها ليجن هتدي حاجة اسمها اوديتوري اجنوزيا، المريض يسمع ولكن لا يفهم ما يسمعه. المريض يسمع علشان اريا 41 سليمة، ولكن لا يفهم ما يسمعه علشان اريا 22 مش سليمة. اخر حاجة معانا في اللوب التمبرال لوب الليمبك سيستم. الليمبك سيستم الجزء ده بيتكون من الانكس والهيبوكامبس، سيبك منها. الليمبك سيستم مسؤول عن حاجة اساسية وهي الشم سميل، ومسؤول عن الميموري. فلو حصل في ديفكت الميموري هتضيع، ولكن الريسنت ميموري بس هي اللي هتضيع. الاولد ميموري المسؤول عنها البري فرونتال كورتكس، الجزء اللي قدام، اسمها الجبهة، جبهة الوش او الناصية، الجزء اللي قدام ده اللي فوق المناخير، يعني اللي فوق العين، ده مسؤول عن الاولد ميموري. اللي مسؤول عن الريسنت ميموري الليمبك سيستم، مسؤولة عن الشم. فممكن يجيله انسنت فيتس، يقول لك في ريحة شياط مثلا وكده، تمام، هالوسينيشن، هلوسة شمية، هو يعني هو شامم حاجات مش موجودة، هالوسينيشن. و موجودة في جزء السيجر. المريض اللي عنده سيجر بيجيله يعني حاجات كده اللي هو ايه، قبل ما السيجر تبدأ يقول لك انا سامع شامم حاجات، شامم ريحه شياط مثلا، هو اساسا ما فيش حاجه، تمام، شامم ريحه كاوتش بيتحرق، تمام، سيجر. هنقولها في معادله السيجر. يبقى الليمبك سيستم مسؤول عن الميموري، ريسنت ميموري مسؤول عن الشم، مسؤول عن المود. لو في ليجن هيحصل الميموري القريبه، لو في ليجن الريسنت ميموري هتضيع. في انسنت فيتس، هالوسينيشن، وتمبرال لوب سيجر. الاوكسيبيتال لوب ده بتاع البصر. هما اتنين مع بعض كده وحاجتين سهلين جدا جدا جدا. رقم 1 ورقم 2. رقم 1 اريا 17، رقم 2 اريا 18 و19. هو واحد بيشوف والتاني بيترجم، زي ما كان واحد بيسمع والتاني بيترجم. هنا واحد بيشوف والتاني بيترجم. واحد بيشوف يعني بيرسيف الانبوت فيجوال سنسيشن، واحد بيترجم معنى الكلام اللي انا شايفه. يعني دلوقتي انا شايف الفيديو ده، يبقى اريا 17 تمام، انا فاهم الكلام اللي موجود وبعرف اقراه، يبقى اريا 18 و19 تمام. لو انا شايف بس ولكن انا مش عارف ايه الفيديو ده ولا بيتكلم عليه ولا ايه الصور دي، يبقى عندي ديفكت في اريا رقم 18 و19. يعني دلوقتي لو حصل ليجن في اريا 17 ممكن يكون حاجتين، يا irritative يا distractive. irritative يعني فيه hallucination، هلوسة بصرية، بشوف حاجات مش موجودة، مش راكبني عفريت، لا انا بشوف حاجات مش موجودة، ده hallucination، visual hallucination. ولو في distractive lesion حاجة اسمها homonymous hemianopia، يعني في جنب، يعني دلوقتي هو في لازم تترسم. المهم يعني ده شغل رمد وكده، واحنا ملناش في الحاجات دي يعني طبعا. كل جزء من العين مخصصة انها تشوف جزء معين، فلو حصل distractive lesion هتعمل contralateral homonymous hemianopia، يعني جزء من الفيلد البصري مش موجود. خلاصة يعني الاسوشيتيف اريا رقم 18 و 19 دي اريا مساعدة للاريا 17. لو حصل فيها ليجن زي ما قلت لك ممكن يبقى hallucination، او ممكن يعمل بقى حاجة اللي انا قلت لك عليها من شوية، هو شايف ولكن هو مش فاهم ايه اللي مكتوب او ايه اللي شايفه. يعني انا شايف عربية وانا مش عارف يعني ايه دي اللي قدامي دي، انت فاهم؟ زي مثلا لغة معينة موجودة، كوري مثلا، انا شايف
ولكن انا مش عارف معناها، بس انا ما عنديش ليجن طبعا عشان انا ما اعرفش او ما اتعلمتش الكوري، انت فاهم؟ فلازم طبعا المريض يكون عارف او متعلم الحاجه دي قبل كده. حاجه اسمها فيجوال اجنوزيا. كده محاضره النهارده خلصت. هنبص بص سريع جدا على الكلام المهم بس. عندنا السباينال كورد بينتهي عند L1 عظم، تمام. عندنا 3 سالكاي. عندنا البرين ستيم فيه 3 و4 في الميد برين، و5 6 7 في البونز، 9 10 11 12 في المظله، 1 و2 و8 دول بيور سينسوري مالهمش نيوكليوي. السباينال كورد اواخر 3 سيجمنت اسمهم كونس ميدالاريز. الاربعه اللي قبلهم يعني الاربعه 5 1 و2 ده ايبيكونس. شويه اللي بيتجمعوا بينزلوا تحت اسمهم كودا ايكواينا. في تراكتات طالعه وتراكتات نازله. التراكتات اللي نازله بتجمعهم في كلمه اسمها تارفور TRVOR، وكورتيكوسباينال دي ليها قصه معانا فيما بعد. الفرونتال لوب اريا رقم 4 دي مسؤوله اساسا على مسؤوله عن او داخله مع البراميدال تراكت عن طريق سيلز اسمها بيتز سيلز. لو حصل ليجن اي ليجن بيكون يا irritative يا ديستراكتيف. irritative موتور جاكسونيان فيتس كونترالاترال طبعا. ديستراكتيف غالبا مونوبليجيا، ولكن طبعا كونترالاترال عشان ديكاستيشن، ومونوبليجيا علشان الاثنين دول ما بينضربوش مع بعض. اريا 6 بتساعد البراميدال تراكت عن طريق انها بتعمل انهبيشن للماسل تون والريفلكسات. لو حصل ليجن يبقى العكس، هيحصل هايبر ريفلكسا وهايبرتونيا. اريا رقم 8 بتاعت الكونجوجيت اي موفمنت زي ما قلت لك. الميديال ريكتاس واللاترال ريكتاس هما الاثنين بيتجمعوا مع بعض عن طريق المحطة دي اسمها اريا 8. فلو حصل irritative هيحصل اتاكس، لو حصل destructive هيحصل باراليسيس. بروكاس اريا واريا 45 44 و45 هما الاثنين في الدومينانت هيمسفير. واحدة مسؤولة عن السبيتش، واحدة مسؤولة عن الرايتنج. السبيتش لو حصل فيها ليجن هيحصل موتور اكسبريسيف افيزيا، يبقى المريض مش عارف يعبر عن نفسه بالكلمات. لو حصل ليجن في اريا اكزنر اريا 45 المريض مش عارف يكتب، ولكن لازم يكون المريض مش امي، يعني المريض كان قبل الحادثه بيعرف يكتب. الباراسنترال لوبيول انهبيشن الباول والبلادر. لو حصل فيها ليجن هيحصل العكس، يعني ممكن تعمل ميكتوريشن وانت قاعد في محاضره عادي يعني. بري فرونتال اريا حاجه مهمه جدا وكبيره مسؤوله عن المينتاليتي والبيرسوناليتي والبيهيفير. الانهبيشن للبريمتيف ريفلكسز لو حصل فيها ليجن في عنده منتاليتي تشينجز، عنده ديمنشيا، ممكن يضربك بالقلم وانت قاعد، ممكن يتف عليك وانت ماشي في مواصله عادي مفيش مشكله، وحصلت معايا المهم يعني بلاش ادخل في تفاصيل. كانت في قطر. انهبيشن للبريمتيف ريفلكسز. البريمتيف ريفلكسز حاجه شبه بلانت ريفلكس مثلا او جراسب ريفلكس، وبتبقى موجوده في الاطفال الصغيرين. لو حصل فيها ليجن البريمتيف ريفلكسز دي هترجع تظهر تاني. البرايتال لوب واحد مسؤول عن السنسيشن. لو حصل في ليجن كونترالاترال سنسوري جاكسونيان فيتس. ديستراكتيف كونترالاترال كورتيكال دي مهمه، ولو حد مش فاهمها يقول لي في الكومنتات وانا هشرحها له تاني، ولكن لازم تكون فاهم معنى كورتيكال سنسوري لوس. اريا رقم 39 و37 انجولار وسوبرا مارجنال. الانجولار دي طبعا موجوده في الدومينانت، والسوبرا مارجنال موجوده برضه في الدومينانت. واحده مسؤوله عن الريدنج يعني لو حصل فيها ليجن اليكسيا المريض مش عارف يقرا الكلام اللي موجود قدامه. سوبرا مارجنال واحده يعني هو مسؤول عن كومبلكس موفمنت، فلو حصل فيها ليجن الكومبلكس موفمنت ضاعت. والايدز اوف سبيتش لو حصل فيها ليجن هتبقى الكلام سلطه جارجون افيزيا. احفظ المصطلحات دي مهمه جدا. الاوديتوري سنسوري واوديتوري اسوشيتيف اريا، واحده بتسمع وواحده بتترجم. اللي بتسمع لو حصل فيها ليجن ممكن يجيله يا irritative ليجن او distractive ليجن. irritative ليجن يعني hallucination هلوسه سمعيه. distractive ليجن هو slight hearing impairment وما بيبقاش complete hear loss، علشان ده بيبقى represented bilaterally، يعني هو بياخد بالجنبين بيسمع، يعني ده لو حصل فيه ليجن الجزء التاني سليم عادي مفيش مشكله، هو بيتغذى بالتاني.
فمبيبقاش complete hearing loss. auditory associative area دي اللي بتترجم الكلام اللي انت سامعه. انا بنده عليك يا محمد، انت سمعت محمد، تمام، بس انا ما اعرفش معنى الكلام ده ايه. فلو ما عرفتش معنى الكلام ده ايه يبقى انا عندي auditory agnosia، المريض بيسمع ولكن لا يفهم ما يسمعه. الليمبك سيستم مسؤول عن الشم، مسؤول عن الميموري، ولكن الريسنت ميموري لو حصل فيه ليجن يبقى الريسنت ميموري ضاعت، والشم هيحصل فيه هالوسينيشن وبيدخل من ضمن السيمتومز بتاعت السيجر. الاوكسيبيتال نفس المبدأ بتاع الهيرنج، واحد بيشوف والتاني بيترجم. اللي بيشوف لو حصل فيه ليجن هيدي يا irritative يعني hallucination visual hallucination، ولو حصل فيه distractive lesion contralateral homonymous hemianopia. واللي بيترجم لو حصل فيه ليجن يبقى دلوقتي هيحصل visual agnosia، يعني انا شايف ولكن لا افهم ما اراه. كده احنا خلصنا الفيديو الاولاني من النيورو ميديسين او النيورو سيرجري. طبعا دي انترودكشن ولكن بيجي منها اسئله، واسئله كتير على فكره، يعني مش حاجه بسيطه يعني. يعني ممكن يجي لك، وارد يجي جدا اي سؤال من الاسئله بتاعه الليجنز وكده. ممكن يلعب في حته الكورتيكال سنسوري لوس او سنسوري لوس. لو سنسوري لوس هيبقى ايه، وكورتيكال سنسوري لوس ممكن يبقى ايه. حته مثلا الهيرنج ما بيحصلش كومبليت هيرنج لوس. بس يعني هما دول بس اللي ممكن يجوا في الجزء ده. اتمنى تكونوا بتستفيدوا من الفيديوهات. لو في حاجه برضه انا معاكم. اشوفكم ان شاء الله المره الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.